ده بقى الترند بتاعي للكنافة في رمضان. هنعمل كنافة بالكريمة وعليها فراولة وجيلي. عملت قبل كده كيك بالفراولة والكريمة وعجبتكم جدا وكانت ترند، فعملت نفس الطريقة على الكنافة وطلعت خطيرة. يلا بينا نبدأ الوصفة. عندي هنا 400 جرام من الكنافة. الكمية دي تعمل لك طاجنين صغيرين أو طاجن كبير. ضفت عليها 3 معالق كبيرة من السكر البودر وكوباية الا ربع من السمنة، وهقلبهم كويس مع بعض لحد ما الكنافة تتغلف كويس جدا بالسمنة. هحطها بقى في صينية بتدخل الفرن وادخله فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 رف وسط، وهوزعها كويس جدا في الصينية عشان تاخد حرارة واحدة وتسوية واحدة. ولازم اقلب فيها من وقت للتاني في الفرن عشان ما تتحرقش من تحت وتاخد لون ذهبي موحد. عايزه اقول لكم انا بعمل كميه من الكنافه بالطريقه دي وبحفظها في علبه بتفضل قاعده فتره طويله مقرمشه. بعمل بيها بقى كنافه بالمانجا وبالفراوله وبالشوكولاته، فمش بحتاج ان انا كل شويه اعمل حبه صغيرين على قد الطاجن الصغير بتاعي. الكميه دي انا عملت بيها طاجنين، طاجن مانجا وطاجن فراوله. بصوا هنا الكنافه بعد ما طلعت ما شاء الله اخده لون ذهبي حلو جدا، ومحتاجناش ان احنا نقف كتير على البوتاجاز عشان نحمرها. للكريمه هحتاج كوبايه من الحليب الساقع، معلقه كبيره من السكر، ومعلقتين كبار من الكاسترد، وهقلبهم كويس جدا على البارد الاول وبعدين ارفعهم على النار. اول ما الكاسترد عندي يبقى جاهز هحطه في بوله تانية عشان يبرد بسرعه، وهنزل عليه معلقتين كبار من الكريم شانتيه الخام او بودره الكريمه اللباني لحد ما يبقوا بالقوام الناعم ده، وهركنها على جنب وهحضر خليط الجيلي. كميه الكريمه دي على قد طاجن صغير، يعني ما استخدمتش كل كميه الكنافه اللي عملتها في اول الفيديو. عندي هنا نص كوبايه من الميه السخنه، نزلت عليها بباكت من جيلي الفراوله، وهقلبهم الاول كويس لحد ما الجيلي يدوب تماما، وبعدين انزل عليه بنص كوبايه من الميه البارده عشان حراره الجيلي تقل، وهرجع اقلبهم تاني كويس مع بعض. جبت بقى طاجن وحطيت كده فيه طبقة حلوة من الكنافة، وبعدين نزلت عليها بالكريمة. هساوي بقى الكريمة كويس جدا، وبعدين انزل عليها بمكعبات فراولة بتكون مغسولة ومتنشفة كويس جدا من المية. هوزعها بقى واحدة واحدة كده في الطاجن عشان ما بهدلش الكريمة. بعد ما اخلص كل كمية الفراولة هنزل عليها بالجيلي. اهم حاجة ان انا انزل معلقة بمعلقة عشان ما بهدلش الكريمة وما تطلعش كده فوق الوش، ولازم الجيلي يكون بارد تماما. هدخلها بقى الفريزر نص ساعة او ادخلها التلاجة 3-4 ساعات. بصوا هنا بقى بعد ما طلعت من التلاجة، عايزه اقول لكم طعمها حلو جدا ومختلفه عن اي كنافه اكلتوها قبل كده، وطبقه الكريمه اللي فيها ناعمه جدا مش ماسكه نفسها ومديه طراوه حلوه قوي للكنافه، يعني وانتوا بتاكلوا المعلقه هتحسوا ان هي بتدوب في البق. انا كده خلصت الوصفه، اتمنى تكون عجبتكم. مع السلامه.